هل تؤمن بالجن؟ هل تعتقد أن هناك أماكن على هذه الأرض ليست لنا؟ أماكن محظورة، مليئة بأسرار لم تكشف بعد. أماكن تشعر فيها بأن هناك من يراقبك حتى لو كنت وحدك. قصتنا اليوم ليست من الخيال، بل من أرض الواقع، ومن بلد عريق بحضارته وتقاليده وأسراره، من المغرب، وتحديداً من قرية لا يذكرها أحد باسمها الحقيقي، بل باسم مخيف: قرية الجن. مكان مهجور تروى عنه أغرب القصص، وتحكى عنه حكايات تفوق الخيال. اختفاءات غامضة، أصوات ليلية مرعبة، رؤى غريبة، ومحاولات لفهم ما يجري انتهت دائماً إلى الصمت أو الجنون. في هذا الفيديو سنأخذك في رحلة عميقة إلى هذه القرية. سنحكي لك القصة كما لم تسمعها من قبل، بأدق تفاصيلها وبشهادات سكانها وتحليلات الخبراء. اربط حزامك، فما ستسمعه الآن قد يغير نظرتك للعالم إلى الأبد. ولكن أصدقائي، قبل أن نسرد لكم القصة، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. في أعماق الجنوب المغربي، وتحديداً في منطقة لا يجرؤ السكان على ذكر اسمها صراحة، تقع قرية صغيرة محاطة بالجبال من كل الجهات. لا كهرباء، لا شبكات اتصال، ولا حتى طريق ممهد يصل إليها بسهولة. الطريق إليها مرعب بحد ذاته، ضيق، متعرج، ومحاط بغابات كثيفة، يقال إنها تسكنها الساكنة الخفية. في منتصف الطريق يوجد لافتة مكسورة عليها كتابة باهتة بلغة قديمة تحذر الداخلين: ارجع من حيث أتيت، فهنا لا مكان للأحياء. القرية، وفقاً لما يقوله كبار السن في المناطق المجاورة، كانت في الماضي مأهولة، لكن منذ أكثر من 40 عاماً بدأ كل شيء يتغير. في شتاء 1983 خرج شاب يدعى يونس لجمع الحطب قبل الغروب بقليل. كان معروفاً في القرية، شاباً هادئاً ومحبوباً، لكن بعد ساعات لم يعد. البحث بدأ سريعاً بمصابيح الكيروسين والكلاب والمصابيح اليدوية. يوم كامل، ثم يومان، ثم أسبوع، لا أثر ليونس. الغرابة أن أثر قدميه كان يصل إلى منتصف الغابة ثم يختفي فجأة. لا دماء، لا علامات مقاومة، لا شيء. مرت السنوات والناس بدأوا ينسون يونس، حتى جاء يوم صيفي غريب بعد 5 سنوات. ظهر يونس فجأة بنفس المكان الذي اختفى فيه، نفس الملابس، نفس الشعر، كأنه لم يغب يوماً واحداً. لكنه كان مختلفاً، صامت، خائف، ينظر حوله وكأنه يرى أشياء لا نراها. وحين سئل أين كان، قال: كنت هناك، في المكان الذي لا شمس فيه، ولا ليل، ولا بشر. عاش أسبوعاً واحداً فقط بعد عودته، ثم اختفى مرة أخرى، وهذه المرة اختفى معه كل ما يخصه، حتى سريره. ليالي القرية بدأت تتحول إلى كوابيس، أصوات صفير، بكاء أطفال، صراخ نساء، وضحكات عميقة لا تشبه البشر. أصوات لا تأتي من بيت واحد، بل من السماء أو الأرض، أو كأنها تدور حولك. أحد الشيوخ قال: كلما دخل الليل كانت القرية تبعث من جديد، ولكن ليس بمن نعرفهم. الكلاب توقفت عن النباح، والطيور غادرت المنطقة، حتى الماشية بدأت تنفق دون سبب. في أحد الأيام استيقظ السكان ليجدوا أثر أقدام بشرية على أسطح المنازل، لكن الغريب أن هذه الأقدام كانت مقلوبة، وكأن صاحبها يمشي ورأسه للأسفل. كما أبلغ بعض السكان عن رؤيتهم لأشخاص يشبهونهم تماماً، نسخ مطابقة، يمشون بين الأزقة ثم يختفون خلف الجدران. في أطراف القرية كانت تعيش امرأة عجوز، يقال إنها لا تنام، منعزلة، لا تتحدث مع أحد، لكنها وبحسب سكان القرية تعرف كل ما يحدث قبل أن يحدث. حين اختفى يونس قالت لأمه:
ابنك دخل الباب ولن يخرج إلا إذا أذن له. ويقال إنها حذرت الجميع من البقاء بعد المغرب في الأزقة قائلة: الذي يمشي بعد المغرب يتبدل دمه. اختفت هي الأخرى، لكن بيتها بقي، ومصباح بيتها يضيء ليلاً حتى اليوم. في منتصف القرية توجد عين ماء غريبة، لا تجف ولا يتغير مستواها، ولا تظهر فيها انعكاسات وجوه الناس، بل يقال إنها تعكس شيئاً آخر. شاب حاول السباحة فيها واختفى. بعد يومين عادت ملابسه تطفو فوق سطح الماء، ولا شيء آخر. في عام 2022 زار القرية مغامر فرنسي متخصص في الأماكن المهجورة. بدأ بثاً مباشراً على اليوتيوب. الناس تابعوه آلافاً. كل شيء كان طبيعياً حتى الساعة 12:13 صباحاً. الصورة تهتز، ثم تظهر ظلاً خلفه، ثم يبدأ الصوت بالتقطع. آخر ما قاله: لست وحدي، هناك أحد. ثم انقطعت الإشارة ولم يعثر عليه أبداً. في القرى القريبة من تلك البقعة المنسية تنتشر الهمسات وتتوارث القصص كأنها إرث ثقيل لا ينسى. الحاج عبد المجيد 72 سنة يتكئ على عصاه ويرفع عينيه إلى السماء وكأن الماضي يعود إليه. كنا نسمع صوت الطبول كل ليلة خميس، أصوات كأنها من طقوس قديمة. لم يكن أحد يجرؤ على التوجه نحو القرية بعد غروب الشمس. كان الأمر واضحاً، شيء ما هناك لا يريد أن يزعج. أما أم محمد فقصتها تقشعر لها الأبدان، نظرتها حزينة ومرتبكة وهي تقول: ابني دخل القرية بدافع الفضول مع أصدقائه، قالوا إنها مهجورة وإنها مجرد خرافة، لكنه خرج منها وهو لا يعرف من هو. لم يتعرف علينا، كان يهمس بكلمات غريبة ويتحدث مع أناس غير موجودين. مرت السنوات وابني لم يعد كما كان. أما القصة الأكثر غرابة فكانت من مرشد سياحي سابق رفض ذكر اسمه. تحدث بصوت خافت وكأن المكان نفسه يسمعنا. أحرقنا كل الخرائط التي تشير إلى موقعها. ظننا أننا نقطع صلتنا بالمكان للأبد، لكن القرية تعرف كيف تعود إليك. تفتح عينيك فتراها في أحلامك في ظل شجرة في طرقات الليل. إنها ليست مجرد مكان، إنها لعنة تعيش معك. هذه الشهادات ليست مجرد كلمات، بل صدى خوف دفين يسكن قلوب من اقتربوا من تلك الأرض المحرمة. فهل هي فعلا قرية مهجورة أم بوابة إلى عالم لا نفهمه؟ قامت السلطات بمحاولة دخول القرية مع فريق بحث علمي. استمر وجودهم 3 أيام فقط. عادوا صامتين، رفضوا الحديث، وتم إغلاق الملف نهائياً. هل ما يحدث في هذه القرية يمكن تفسيره نفسياً؟ هل هناك غاز طبيعي يؤثر على وعي الناس؟ هل هو مجرد هوس جماعي؟ أم أن الأمر أعمق من ذلك بكثير؟ البعض يقول: ليس كل ما لا نراه غير موجود. هناك تحذير غير مكتوب يتناقله الناس سراً: لا تذهب، لا تفتح الباب، لا تنظر خلفك إن سمعت اسمك. إلى يومنا هذا لا تزال قرية الجن قائمة. قد لا تجدها على الخريطة ولا تراها بعينيك، لكنها موجودة، مخبأة في عمق الطبيعة بين التلال والأشجار الكثيفة، حيث لا تصل إشارات الهاتف ولا تطأها أقدام البشر بسهولة. لكن رغم هذا الغياب فهي حاضرة، في الحكايات التي تروى حول النار، في العيون التي اتسعت رعباً، وفي الهمسات التي تخرج ليلاً من أفواه الجدات. إياك أن تقترب من هناك. يقول السكان إنك إن مررت بجانبها ستشعر بتغير الهواء، سيبرد فجأة وتسمع شيئاً لا يسمعه غيرك، وقد تسمع صوتاً خافتاً يناديك باسمك لكن لا ترد. وإن شعرت أن أحداً يراقبك أو خطوات خفيفة خلفك لا تلتفت، فالبعض يقول إن من يرد على النداء يؤخذ، وأن من يلتفت يرى ما لا يجب أن يرى. قرية الجن ليست خرافة، إنها مكان منسي يقال إنه مسكون
أو ربما محروس من قبل كائنات لا تنتمي لعالمنا. أناس دخلوا ولم يخرجوا، وآخرون خرجوا لكنهم لم يعودوا كما كانوا. وحتى الخرائط تم محوها والطرق المؤدية إليها طمست، لكنها كما يروي من نجا منها تجد طريقة دائما لتظهر. في نهاية المطاف هناك أماكن لا يجب على البشر أن يدخلوها، ليس لأنها مغلقة بل لأنها ليست لنا.